مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اليوم حلقتنا من عقلية الدايت لعقلية الاستثمار. شو هالحلقة الغريبة؟ كفوا مع الفيديو لتعرفوا عن شو عم بحكي. بدي اقول لك سر، نفس الانضباط اللي بخليك تضعف وتوصل لجسم احلامك هو نفسه ذاته اللي بخليك تزيد مصرياتك. بهالحلقة رح اربط لك الدايت مع الاستثمار خطوة بخطوة، وراح فرجيك العادات اللي بتعملها بجسمك كيف ممكن تغير لك وضعك المالي بالكامل. فكر فيها، كل وجبة صحية انت بتاكلها كأنك عم تعمل انفست لكن بحساب صحتك، وكل قرار مالي صح كأنك عم بتحط مصاري على جنب هالاستثمار. وبالاثنين النتيجة ما بتبين من أول يوم، بس بعد أشهر أو سنين راح تشوف فرق كبير. كل ما كيلو الدهون بينزل تدريجيا رصيدك المالي بيطلع تدريجيا. خليني أخبرك شوي عن قصتي الشخصية. أنا لما بلشت دايت كنت أتعلم الانضباط، فصرت أرفض أكل مش من الدايت ولا على الخطة، ومع الوقت هالشي انعكس على حياتي المالية، فصرت أرفض اشتري اشياء ما بتفيدني. فمرة كنت بالسوبر ماركت وشفت شي مغري، فتذكرت نفس الإحساس لما أشوف أكلة ممنوعة، وقلت لا، أنا عندي هدف أكبر. فهذا الانضباط هو اللي خلاني استثمر بحالي وبمشاعري، بدل ما أضيع مصرياتي على شي مؤقت أو متعة للحظة أو لحظتين أو ثانية. بعلم النفس في شي اسمه قوة الإرادة، يعني سيلف كنترول. هذه مثل عضلة، كل ما بتستخدمها كل ما تقوى، فلما تتمرن عليها بالأكل بتصير أسهل تستخدمها بالمال. فالدراسات بتقول الأشخاص اللي عندهم القدرة على تأجيل المتعة اللحظية فعندهم نجاح أعلى بحياتهم المهنية والعملية. هذا الحكي مش من عندي، هذا حكي دراسات. خلينا أعطيك أدوات عملية. واحد، تتبع النتائج، تتبع وزنك، سعراتك ومدخراتك. اثنين، أهداف قصيرة وطويلة المدى، مثلا تشوف جسمك بعد 3 شهور وحسابك بعد سنة. 3، جدولك اليومي، مثلا إذا صباحك بيبدأ برياضة بلس تعطي ساعة على شغلك أو على مشروعك الإضافي. فالتمرين والأكل الصحي بعلمك أقوى مهارة بالكون، وهي مهارة الانضباط والاستمرارية. هذه المهارة الانضباط والاستمرارية وين ما تحطها بالشغل بحيالله شي تاني حتنجح، لأن صار عندك قدرة التحمل، صار عندك قدرة الاستمرارية، فأنت شخص صرت ناجح. ما تخاف من الحياة، فبلش بجسمك وبلش بصحتك وبلش برياضتك، وهذا الشيء حينعكس على شغلك، على علاقاتك، على ثقتك بحالك، على كل شيء بالحياة. فإذا بدك ساعدك تغير الانضباط وتبني جسمك وتزيد من حسابك البنكي بنفس الوقت، احجز استشارة مجانية اليوم، ورح نعمل خطة عملية تمشي عليها بدون حرمان وتكون مناسبة لوقتك ولشغلك.